تعالوا اقول لكم ازاي بعمل ريزو بتاع كنتاكي في البيت بكل الاسرار اللي تطلعه زي الجاهز بالظبط ويمكن احلى شويه كمان. كاتشب وباربيكيو، ممكن استبدل باربيكيو بعسل اسود، شويه من المستردة معاهم خل وعسل ابيض. البهارات بتاعتي ملح وفلفل اسود وبابريكا، ومعلقه صغيره مليانه سكر، ولو حابه الصوص يكون سبايسي بحط شطه. هرفعه على النار، واول ما يبدا يغلي واحس انه اتسبك كده هضيف له نص كوبايه ميه عشان اظبط القوام بتاعه. يغلي غلوتين كده وبشيله من على النار، اسيبه يبرد على جنب، وهشيل بس منه معلقتين او 3 للرز. في الحله بتاعتي شويه زيت هحمر فيهم بصلايه متقطعه صغير، كوبايتين رز، ملح وفلفل وكركم عشان اللون، وهاخد الرز تشويحتين في البهارات بتاعته. بعد كده بنزل بمقدار الميه بتاعتي المغليه اللي هتغطي الرز، والمعلقتين 3 من الصوص اللي شلتهم. هرفعه على نار هاديه عشان يستوي. بيتقدم عليه قطع الستريبس والصوص اللي لسه عاملينه. متاكده من سهولته وبساطته، قد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوه. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما.